عن الأنماط اللي انت تعودت ترتبط بيها، أنماط البشر. يعني انت مثلا بتبقى بيجتذبك قوي الشخصيات المستقلة، المرة دي انت مش بتعمل كده. انت كنت متعود مثلا انك ترتبط بحد مكافئ ليك في الشهادات او في الثقافة او الحاجات دي، ممكن تكون المرة دي مختلفة، حاجة مختلفة عنك. الرسالة بتاعت الكارت بتقولك كويس ان قلبك دق، بس خلي بالك ان الحب القادم او العلاقة عموما اللي انت فيها محتاجة الخطوات عملية وواقعية. يعني كفاية احلام، رسم العلاقة. رغبتك في استكشاف الشخص الجديد بفضول طفولي حلو قوي، وانت بصراحة تستاهل تنطلق وتعيش الجديد، لكن النصيحة هنا عيشوا بأقدام ثابتة على الأرض. الحقيقة في نقلة جامدة قوي من طاقة ملكة السيوف اللي مش عايزة تعيش حب تاني، لا